في المحيط الأطلنطي، في منطقة اسمها جزر العذراء الأمريكية، في جزيرة صغيرة ناس كتير بتقول إنها مش موجودة أصلاً في أغلب الخرائط. الجزيرة دي كانت مملوكة لواحد من أغنى رجال الأعمال في العالم اسمه جيفري أبستين. المكان ده كان بيدخله رجال أعمال وسياسة ومشاهير من كل أنحاء العالم، لكن الحكايات اللي اتقالت عن الجزيرة دي كانت مرعبة لدرجة إن ناس كتير بدأت تسميها باسم واحد بس: جزيرة الشيطان. الاسم الحقيقي للجزيرة هو ليتل سان جيمس. سنة 2019 اتقال إن الجزيرة اتباعت بحوالي 65 مليون دولار، وساعتها ناس كتير قالت إن كل حاجة هناك اتدمرت، وإن الأسرار اللي كانت مدفونة في المكان ده اختفت للأبد. لكن الحقيقة إن مش كل حاجة اختفت. في سنة 2025 اتعملت حفريات جديدة في الجزيرة علشان يدوروا على أدلة قديمة. البعثة كانت بتبحث عن أي حاجة ممكن تفسر اللي حصل هناك، ومن بين الناس اللي سافروا مع البعثة كان في شاب مصري اسمه خالد، صحفي استقصائي عمره 35 سنة، معروف بحبه للحكايات الغامضة. قبل ما يسافر قعد شهور يجمع معلومات عن الجزيرة، وعرف إن في أجزاء لسه موجودة تحت الأرض، ممرات قديمة وغرف مقفولة بقالها سنين. ولما وصل الجزيرة أول حاجة حس بيها كانت غريبة. المكان هادي جدا، لكن هدوء يخليك حاسس إن في حد بيراقبك. في مباني قديمة مهجورة ومرسى صغير على البحر. وفي ليلة خالد قرر يعمل حاجة محدش من البعثة كان عايز يعملها. قرر يستكشف الجزيرة لوحده. مشي وسط الأشجار لحد ما لقى باب حديد قديم نصه مدفون في الأرض. الباب كان تقيل، لكن لما فتحه اكتشف إن تحته سلم طويل نازل تحت الأرض. نزل ببطء، وكل ما ينزل أكتر الهوا كان بيبقى أتقل، لحد ما وصل لممر طويل جدرانه خرسانة وفيه أبواب حديد على الجانبين. المكان كان شبه سجن تحت الأرض. فتح أول غرفة فلقى أوراق وصور قديمة. الصور كانت لناس مهمة جدا، رؤساء وملوك وفنانين، وكلهم كانوا في الجزيرة. لكن الصور التانية كانت أسوأ بكتير، صور لحاجات ما ينفعش حد يشوفها. فجأة خالد حس إن في حد واقف وراه. لف بسرعة، ما كانش فيه حد، لكن في اللحظة دي سمع صوت ضعيف زي نحيب أطفال. الصوت كان جاي من آخر الممر. مشي ناحيته ببطء لحد ما وصل لباب حديد كبير مقفول بسلسلة. كسر السلسلة وفتح الباب. اللي شافه جوه القاعة خلى الدم يتجمد في عروقه. قاعة كبيرة جدا، وفي آخرها عيون كتير بتلمع في الضلمة، عيون ناس لسه عايشين. واحد منهم قرب منه ببطء وقال له بصوت مبحوح: انت عرفت السر، خلاص هتفضل معانا. خالد اتجمد مكانه. الراجل كمل كلامه وقال: تحت هنا لسه في ناس كتير عايشين على الأمل إنهم يطلعوا يوم. خالد صرخ وجري يطلع السلم بسرعة. رجع للبعثة وقفل على نفسه في الأوضة. تاني يوم الصبح حاولوا يكلموه لكنه مردش. لما فتحوا الباب لقوه قاعد على السرير بيبص للحائط وبيبتسم وبيكرر جملة واحدة بس: أنا هفضل معاهم تحت تحت، لسه ناس كتير مستنية. والسؤال دلوقتي، لو كنت مكان خالد وفتحت الباب ده، كنت هتنزل تشوف ايه اللي تحت، ولا كنت هتقفله وتمشي؟ اكتب رأيك في التعليقات.